السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعينا على جريدة صوت العدالة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من أحفر المعطي. يعني كما كتابع معنا مشاهدينا الأوفياء واحد الوقفة ديال الساكنة ديال أحفر المعطي. احنا مضرورين اخويا، راه البلد قتلنا، راه هدموا لينا، جراو علينا من بلادنا. دوك الريالات اللي كنا مجموعين مشينا كرينا بهم. اخويا شدادة صوب لي اخويا الله يرحم والديك. شنو المشكل اللي عندكم الشريف؟ هاد السلطة المحلية جات هدمت لينا وحنا مساكن، هدمت لينا وخلاتنا مشرضين وخلاتنا في البرد، كنعيشوا في البرد وحنا مرضنا بالبرد وضماطي سقاتنا وما عندناش باش نخلصوا. تيقول لنا خلصوا واحد القدر وحنا ما عندناش لا المنضه لا والو اخويا. ها الكراسه ديال اليد باش كان نعيشوا ولا المحسنين اللي كيعاونونا. الله يخلي لنا سيدنا محمد السادس نصره الله، عاش الملك محمد السادس. اجي تشوف حالة الفقراء، راه حنا مراضين، راه عالمين الله. اجي تشوف حالتنا سيدنا الله يطول عمرك، اجي تشوف من حالتنا راه حنا مراضين. راه البرد كيقتل فينا، راه البرد كيقتل فينا، راه ما عندنا باش ندوزو، والسبيطار بالفلوس بالكليان بالوجوه، ما بقى لا سبيطار، ما بقاش الحق عند المساكن والو. كنطلبوا من سيدنا يشوف حالتنا، الله يرحم الوالدين، الله يخليك لينا، الله يطول عمرك، الله يطول عمر الأسرة العلوية، الله يخليها لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على نبينا محمد. اخويا هذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم. عود شوية خويا. هاد الناس هادو تعداو علينا بزاف، كنا ساكنين في البراك بخير الحمد لله، ما خصنا حتى خير، كنجيبو 400 ريال واكلين شاربين. ولكن دابا الكرا غالي، وحنايا راه مرات 12 سنين وحنا تنعانيو من المرض. جاو تهداو علينا وحنا دابا ما قدينا كاع عصبونا، الله ياخذ فيهم الحق. تنتعالج غير بالدواء 100 عام ما قديش اخويا كاع نهضر كاع تبلوكي تلقى راني مريض واخا يا خويا والله اكبر. يا ذاك شي واحد اخر انا ولدي في هاد السكينه هادو جاو عندنا هدموا لينا. شكون يهضر؟ ولدي غير في الخارج 3 ديال كنوضوا وكنخدموا على وليداتنا، حتى واحد ما خدام. انا عندي راجل 16 عام هادي سامح فيا، ما كنسيب حنا مساكنه تحفر المعطي. كنا جاو عندنا هدموا لينا في شهر جوج فاش كانت كورونا، ورجالنا ما خدامينش وجالسين وكلشي مسدود، ما خدامين ما ردامين، هدموا لينا. ودابا هاد الناس هادو فاش رحلنا واخا قسوا علينا بزاف، مشينا كرينا ودرنا كلشي. دابا جاو عندنا كيقولوا لينا تعطيونا 1.5 مليون، 2 المليون والاندماج من 60 حتى 80 متر، اللي عنده 50 و60 و70 و80 غيديروا الاندماج، يكون واحد فوق واحد، كيعطيوهم بقعه وحده وكيعطيو 1.5 مليون. حنا هادشي ما مخرجناش، حنا هاد البقع هادو ديالنا ماشي ديال المخزن. هاد الناس ما داروا معنا حتى شي حل، فاش داروا معنا جلسه عند العامل ما دار معنا حتى حل، قال لك هذا هو الحل الوحيد.
القايد والباشا دايرين اليد مع جمعيه متفقين علينا. حنا فاش كنمشيو ما كيحضروش معنا حتى الجمعيات في ديك المجلس اللي كنديرو معاهم. حنا هاد الناس شردونا وشردوا وليداتنا، بغاو يرمونا للشارع، ودابا جابوا لينا تراكسات كيقادوا الطرقان في البلاد ديالنا. حنا حبسناهم، ما يمكنش نخليو حنا شي شركه تدخل البلاد ديالنا الا ما داروش معنا شي حل. يديروا معنا حل، حنا مستعدين. حتى حنا راه بغينا نبنيو، بغينا البلاد ديالنا تنقاو بزاف د الحوايج. بلاتي تتسالم نهار بغينا نهدمو، جا عندنا العامل حتى لهنا لساكنه تحفر معطي، جا عندنا حتى لساكنه تحفر معطي هنايا للشارع وقال لنا تعاونوا معنا، حنا غادي نهدموا لكم وغتبنيو بزيرو درهم، ما تعطيو حتى ريال. العامل قالها لينا والباشا والقايد وجوج قايدات كيجيو معاه. نهار هدموا لينا تقلبات الهضره، ما بقاش داكشي اللي كنا ما بقيناش كنعرفوا. ولاو ناس ولاو جاونا بوجوه اخرين، ما بقاتش ديك الحقيقه اللي كانت في الاول ودوك المعاملات الزينين اللي كانوا كيتعاملوا معنا بهم. حنا ما بقاش داكشي، ولاو تيقولوا لنا نتوما اللي غالطين. حنا هادشي ما قابلينوش، ما عمر غنقبلوه. الساكنه تحفر معطي بالصغير والكبير، هادشي ما غنقبلوش. واخا نعرفوا غنتقتلوا على بلادنا. الا كان حنا هضروا رجالنا اعتقلوا منا 3 د الناس، 2 طلقوهم وواحد معتقل دابا باقي في الحبس في تيفلت. حنا هادشي ما كنضربوا، ما كنسبوا، ما كنديروا حتى شي حاجه. حنا كنديروا مظاهره سلميه وما كنديروش المسيرات، كنديروا مظاهره هنا في بلادنا وكنديروا مظاهره قدام العماله. دابا شنو هما المتطلبات ديالنا؟ ديك 1.5 مليون ما عندناش منين غنعطيوها، وداك الاندماج ما غاديش يكون جوج واحد فوق واحد، وكنطالبوا بالبلان يتعاود لينا. ما يمكنش. حنا عطينا الجرادي شي 12 جرده وعطينا طرقان كبار. هاد الجرادي هادو راه ما دايرينهمش في حي السلام. هاد الجرادي اللي عطينا حنا نديروهم عندنا في حفر معطي، ما معطيينش في حي السلام، ما مديورينش. حنا يعطيونا نسكنوا ابعدا، نسترو وليداتنا من الشارع. قتلنا الكرا عاد ممكن الجرده. راه الجرده قال لك الجرده الشريب كيشرب بنادم حتى كيشبع عاد كيشرب الماء. حنا بغينا نسكنوا عاد الجرده. راه ما يمكنش لينا نديروا شي حاجه اللي خارجه القانون. حنا سلميا ما كنضربوا ما كنعيروا، حنا باغيين القانون ديالنا وباغيين حقنا. وحنا الساكنه تحفر معطي بصغيرها وكبيرها راه ما غاديش نسحبوا من هذه المظاهرات. السلام عليكم. واحد شويه ديال الاتساع بيناتكم، السلام عليكم ايها ساكنه زانه احفر المعطي كعبوشه. تطالب بزياره ملكيه، تطالب بزياره ملكيه، لان احنا متهمشين من طرف سيد العامل بغى يهمشنا. علاش؟ عطينا 6 متر في الواجهه و10 متر طول، وعطينا 50 متر مع 50 متر. وكنقول لك من هذا المنبر، هذاك السيد اللي مشدود في الحبس وهذا الرجل اللي كيهضر اللي هو مهدد من طرف السلطه، علاش تشد في الحبس؟ علاش كيتشدوا؟ كينوضوا على الارضيه ديالهم وكيهضروا على حقهم. وهاد 50 مع 50 علاش؟ واحد ما عندوش ما ياكل وانت تسكنوا مع واحد كيصلي، واحد شمكر تسكنوا معاه، ما جاتش. هذا من هذا المنبر انا كنطلب من وزاره العدل ومن وزاره الاسكان اللي هي كتقوم على هذا الشيء، اللي معنيه بالامر، تدخل في هذا الميدان اللي حنا راه كنعيشوا مهددين من طرف السلطه ومن طرف العامل ومن طرف ومن طرف الحموش. راه حنا كنعيشوا مهددين يوميا، ولهذا كنتمنى منكم باش تبعدوا منا. والسلام عليكم. ومنع يديروا على الساجنين هما الاولين حنا ديما الساجنين. لا يس نهضروا على حاجه المشكل ديما داك الساجن خويا خويا صافي هضرتي. نهضروا المشكل ديال الاشكال اخويا ديال السكن. المشكل اللي تعاني منه هذه السكينه هي ان هذا جات واحد المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لاعاده الهيكله، حق الصفيح. اول حاجه خص الناس تدعموا هاد الناس حتى يجيبوا لهم، لان هادو ما ساكنينش في الارض ديال المخزن، ما ساكنينش في الارض ديال الدوله. هاد الناس ملاك الاراضي ديالهم وكانوا في ديورهم هنا ماشي بلاد. انا تاكد على هاد الهضره هادي، ديورهم ماشي كيستافدوا
ما كاينش كلمه المصطلح ديال المستفيد ما كايناش. حنا الكلمه ديال المستفيد ما كنستافدوش حنا، لان الاراضي ديالنا الملك ديالنا ومفروض علينا نخلصوا بزاف ديال الحوايج. فين هي الاستفاده هذه اللي كنستافدوا اللي كيسكنوا في الاراضي ديال الدوله؟ اما حنا الملك ديالنا، حنا الاول نهار جانا العامل هنايا وجا الوالي وجلس وهضر مع الناس برجليه، جا لهنايا وقال للناس تعاونوا معنا الله يجزيكم بخير، راه حنا غادي نعاودوا الحكايه ديال الاحياء وما غادي تخلصوا حتى حاجه وغادي تستافدوا 0 درهم، وراه كاين الدعم. كان الحال الكلمه ديال الدعم اللي قال لنا بغينا نشوفوا في الاخر ما كاين لا دعم، غير يبوا الناس، غير يبات الناس، ما بقى دعم، ما بقات في عز كورونا ريبوا لينا، في عز الكوفيد ريبوا لينا وشردونا ونحونا للزنقه. تريبوا العباد الله على قراب عاد توفر ليه. علاش الملك خرج المبادره باش دعموا، باش يلقى، باش يسكن في ريتما تقد المشروع ديالك. هذه راه اهانه للمواطن تشردوا وتلوحوا في الزنقه، راه اهانه للسكينه. وهو كان في الملك ديالو، هو في الملك ديالو. هاد الناس ملي كيبداو كيحتجوا وتيهضروا على حقوقهم ولا شنو هو المصير ديالهم، هو القمع والسجن. ها هو واحد الاخ ديالنا راه هو السي حميد العبدي، غير باص مسكين وعنده وليداته غير صغيورين كيخدم عليهم، لصقوا له واحد الثمن تحكم مع البوليسي ومشاو صيفطوه للحبس. علاش هذا الشيء؟ اول حاجه الا بغيتي تشدو شوفوا علاش دار هذاك الشيء، علاش اصلا تحكم مع ذاك البوليسي، شوفوا علاش دار ذاك الشيء، شوفوا الجذور الاساس، قلبوا الاساس ديال المشكله شنو هو. هاد الناس راه كتعين شرطوا تلوح بالزنقه وكيفرضوا عليهم شروط تعجيزيه، شروط تعجيزيه، تيشرطوا عليهم شروط تعجيزيه، تيشرطوا عليهم شروط تعجيزيه، تيشرطوا عليهم شروط تعجيزيه باش يبيعوا الاراضي ديالهم، باش يستولي عليها المافيا العقار. هاد الناس المنظومه، هاد المنظومه السياسيه اللي كاينه عندنا في الاقليم دايره اليد مع مافيا العقار باش تدير لهم الاراضي صحه. هما دايرين واحد الحاجه، لان السيد العامل جلسنا معاه في الحوارات، الحوار الاول والحوار الثاني ما لقاش معنا الحل، كيفرض علينا شروط تعجيزيه. باش علاش؟ باش الساكنه تنسحب وتباع الاراضي ديالها بقل ثمن وتمشي بحالها، لان راه السيده ها هي مرت السيد اللي تشد، ها هي معنا هنايا، قال لها بيعي الارض ديالك، قال لها بيعي وسيري العروبيه، قال لها واش من ما عندهاش الحق تعيش في الوطن، ما عندهاش الحق تعيش في الكرامه، ما عندهاش الحق تعيش في بلادها في الارض ديالها. شنو هو مساكن عرق جوفهم وتقول لهم بيعوها وسيروا العروبيه. واش هذا حق؟ واش هذا حق في دوله الحق والقانون؟ سيروا الباديه اللي ما عندوش قال غير البقعه الملك ديالنا عطينا الحق نعيشوا في الوطن ديالنا. انت الزوجه ديال السيد